السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة. حاجة كده خطيرة في منتهى الجمال، طعمها حلو جدا ومكوناتها بسيطة. يلا بينا ندخل على الفيديو ونسمي الله. بصوا بقى، في البداية انا عندي هنا 80 جرام من السوداني، اللي هو المتقشر المتحمص بدون ملح. تمام، 80 جرام او 100 جرام بالكتير قوي. انا جايبة بحوالي 5 جنيه سوداني. فهبدأ كده انزلهم في طاسة بدون اي مادة دهنية، وهبدأ ان انا اشممهم بس النار بحيث ان هما يدفوا حاجة بسيطة قوي. لما السوداني هيدفى معايا هيسهل عليا عملية الطحن، فبالتالي هيسهل عليا استخراج الزيوت اللي موجودة فيه. انا بس حطاه على نار هادية قوي وعمالة بقلب فيه، وكل شوية بمسكه. اول ما احس ان هو بدأ يدفى هبدأ ان انا ارفعه من على النار. العملية دي كده كلها مش هتاخد منك اكتر من 60 ثانية، اقل بكتير كمان من 60 ثانية. يعني نقدر نقول ان هي ممكن تاخد مننا دقيقة. ولكن لو حسيتي ان السوداني دفى خلاص ارفعيه من على النار. انا مش عايزة اسخنه تسخين قوي. قلت لكم في مشتريات الشهر ان انا هبدأ اجيب السوداني واعمل منه بديل النوتيلا، ولكن هو طلع معايا زبدة فول سوداني مش بديل نوتيلا خالص. بس طعمها في حتة تانية، طعم تاني، وبجد تحفة جدا وقيمتها الغذائية حلوة قوي. يلا بينا ندخل على الخطوة التانية. بدأت ان انا اجيب المطحنة كده وهنزل فيها السوداني وهبدأ اطحنها، وهو السوداني لسه دافي. ما ينفعش خلاط، ما ينفعش كبة، لازم يكون مطحنة عشان تطحن عندك السوداني وتطلع منه الزيوت والزبدة اللي موجودة فيه. هبدأ اضرب كده لحد ما يبدأ استخرج منه الزيوت اللي فيه، وهوريكي دلوقتي الدرجة اللي انا عايزة اوصل لها. منها اقدر ان انا انقل بعد كده بقية المكونات في الخلاط، ومنها ممكن اكمل بقية المكونات في المطحنة لو كانت المطحنة بتاعتك كبيرة. بصي، ببدأ ان انا اسلكها كده. كده بدأت ان هي تتجمد معايا. تمام، المرحلة التانية او مرحلة الضرب التانية هتبدأ ان هي تستخرج الزيوت والزبدة اللي موجودة فيها. يلا بينا نضرب تاني كده وهوريكم المرحلة اللي انا عايزة اوصل لها. وهي دي المرحلة اللي انا عايزة اوصل لها. شايفة زيوت موجودة فيها، بقت كريمي خالص. هو ده اللي انا عايزاه. انا ما ضفتلهاش اي حاجة خالص، حتى لما حمصت السوداني او ما حمصتوش لان انا شاريه متحمص. اديته بس يعني مجرد كده ايه، شم على النار كده، شم النار مش اكتر من كده. ما كنتش ضايفاله اي مادة دهنية. هبدأ دلوقتي انقله بقى في الخلاط علشان اشوف بقية المكونات. لو كانت المطحنة عندي كبيرة شوية كنت هبدأ ان انا احط بقية المكونات في المطحنة. ما ينفعش كبة، لا ما ينفعش كبة، يفضل خلاط. اول حاجة هنزل بيها معلقتين من الزيت علشان خاطر يبدأ ان هو يحرك بقية المكونات معايا. عندي نص كوباية من السكر البودر. السكر البودر ممكن يتحط معاكي من معلقة لنص كوباية حسب ما انت عايزة. عندي كمان ربع كوباية من الكاكاو. الكاكاو ممكن ما تتحطش خالص لو حضرتك حباها زبدة فول سوداني من غير كاكاو. والكاكاو ممكن يتحط عندك برضو من معلقة لحد ربع كوباية. عندي ربع كوباية من الحليب البودر. وهاخد كل ده هضربه في الخلاط بدون اضافة اي مواد سائلة. كل شويه وانا بضربه هبدا ان انا احركه. يعني بص دلوقتي قلب معايا باودر، فبحركه كده من تحت علشان خاطر كل المكونات تتضرب. وهبدا ان انا برضو ازود له معلقتين تاني من الزيت. الزيت عندي هياخد من معلقتين لربع كوبايه من الزيت، مش اكتر من كده. بص كل شويه بزود معلقتين معلقتين، وابدا ان انا اضرب. بس اهم حاجه ان انتي تقلبي من تحت لفوق. ما تفضليش تزودي في الزيت وانتي مش بتقلبي، عمره ما هيتحرك معاكي. وما تزوديش في الزيت وتستسهلي الدنيا، لا قلبي كده وافضلي اضربي ضرب بسيط. هيبدأ الدنيا تبقى معاكي حلوة جدا. انا استخدمت قد ايه زيت؟ يعني حوالي 6 معالق او 7 معالق بالكتير، يعني حوالي ربع كوباية من الزيت او اقل منها بمعلقة. شايفين المرحلة دي حلوة جدا. بس محتاج ان انا ازود معلقة صغيرة من الزيت واضربهم تاني في الخلاط، هتبقى معايا ناعمة جدا. زي ما قلت لك، لو حضرتك عايزاها زبدة فول سوداني من غير ما تضيفي لها اي كاكاو، ممكن تحطي معلقة واحدة بس من السكر، وتبدأي ان انت تحطي ربع كوباية اللبن البودر، وتنزلي الزيت. والزيت طبعا هيبقى اقل بكتير لانك قللتي في المكونات وشلتي الكاكاو. طب لو حابة تقللي مثلا في السكر، وحابة تحطي كاكاو، حطي مثلا معلقة من السكر، معلقتين، وابدأي ان انت دوقي. اهم حاجة ان هو يكون سكر بودر. الكاكاو ممكن تحطي من معلقة صغيرة لحد ربع كوباية من الكاكاو على 100 جرام من السوداني او 80 جرام من السوداني. بصي القوام بتاعها كريمي ازاي، تحفة جدا وكريمي وناعمة خالص.
وهو ده القوام الحلو اللي احنا عايزين نوصل له. هحطها في برطمان، واهم حاجه البرطمان ده يكون ناشف كويس جدا علشان خاطر ما تعفنش معانا. وهبدا ان انا احفظها في التلاجة. عايزه اقولك ان انت شايفاها دلوقتي سايله، ولكن لما تهدى شويه هتجمد، وكمان لما تتحط في التلاجة هتبدأ ان هي تمسك معاكي اكتر من كده. يعني ما تقوليش ان هي سايلة قوي، فبالتالي محتاجة ان انا ازود لها مثلا شوية مكونات عشان تمسك. لا خالص، هي هتمسك بعد كده معاكي، هتبقى حلوة جدا وكريمي جدا، تحفة بجد. وممكن تحفظيها في التلاجة وتقعد معاكي حوالي اسبوع او مثلا 10 ايام، مش هيجرالها اي حاجة. اهم حاجة المعلقة اللي انت بتاخدي بيها تكون ناشفة، ما تاخديش بمعلقة مبلولة. اهم حاجة ان المعلقة ما يكونش مكانها اي نوع تاني او اي حاجة تانية، علشان خاطر ما تكرفش عليها. البرطمان يكون محكم الغلق، وتشيليها في التلاجة وتطلعيها قبل الاستخدام او على الاستخدام. اللي عايزه اقوله لك ان انا مثلا واحده من الناس ما حبيتهاش وهي مفروده في الساندوتشات. يعني ما حبيتهاش مثلا زي بزير النوتيلا كده او النوتيلا، وان انا اعملها في ساندوتش، ولكن حبيتها قوي وانا باكلها كده. طعمها تحفة جدا جدا. عشاق السوداني بجد هيحبوها قوي. كمان احنا عملناها النهاردة، يعتبر ما كلفناش خالص ربع ما انت ممكن تشتريها من بره. حطيتي فيها المكونات اللي انت عايزاها، وعملتي بالتحليه اللي انت عايزاها. زي ما قلتلك ممكن تقللي او تزودي التحليه حسب ما انت عايزه. ما اقدرش اقولك انها هتكون سبريد او ناعمه بدرجه 100%، لان طبعا احنا يعني المطحنه بتاعتنا مش بدرجه قوه المطاحن بتاعت بره. ولكن اقدر اقولك ان انت هتاخدي طعم يجنن، هتاخدي كمان قيمه غذائيه حلوه جدا، لان السوداني فيه قيمه غذائيه عاليه. مستخدمين زيت مش مهدرج، مستخدمين مكونات احنا عارفين يعني المكونات دي كويسة. السكر ممكن تطحنيه كمان في البيت، هيكون اوفر بالنسبة لك وامن. بس كده فيديو النهاردة يكون خلص. اتمنى لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو جربتيها اكتبيلي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.